انا راح نديرو كيف هاد الكبده مشرمله اللي جات كراف بنينه بلا طوماطيش بيان سور. في طاجين درت شويه زيت ودرت الكبده تقلى على نار تكون قويه، ما نخلوهاش تطيب غير تدي هاد لا كولور نجو نحوها. ايفو ميو نحوها بالبنس هدايا باش الزيت تاعها تريح في الطاجين، تريح البنه ديالها كامل في الطاجين. في مهراس كنت درت 4 سنينات توم مع العكري وفلفل الكحل وكرويه والملح. درت كامل نص مغرفه صغيره. هنايا النار تكون قليله وزدت لها معها مغرفه تاع طوماط كونسونطري اللي هي طماطم مصبره. في هاد ليطاب بيان سور ريحو تحركوها هكا في الثوم باش ما تحرق لكمش. كي نحركوها بيان هكا وتبدا تقلى نزيدو لها هذيك المغرفه تاع طوماط كونسونطري، وكيف نجي نحلها مع هذيك الدرسه. شوفوا، ما نحبش واحد يدير طوماطيش تاع حب في الكبده، ما تجيش طوماطيش تاع حب في الكبده مشرمله، هذا ما كانوش فيها باسكو علاه كي يديروا لها طوماطيش تاع حب تولي لكم قارصه ما توليش بنينه. سيتها بهذيك الطريقه تاع الطوماطيش تاع الحب وسيتها هكايا مي اللي تجي بنينه والطريقه التقليديه هذه هي. الدرسه تاعها تكون غير بالمهراس. كي تشوفوها تقلات ولات لكم بهاد لا كولور وتشوفوا شغل بدات تقلى بيان، نجو نمرقوا نشل داك المهراس بالماء سخون ونمرقوا، ما تكثروش بزاف الماء، قيس ما تكون عندكم المرقه شويه مرقه هذا ما كان. وبيان سور كو نمرقوا بالماء سخون، انا توجور قلت لكم المرق بالماء سخون. وغير نشوفوها بدات تكتك شويه هكا نرموا عليها الكبده هذيك. شوفوا هاد الوصفه تجي مع كامل الكبدات، يا تاع الدجاج يا تاع الغنمي يا تاع البقري. انا هنا يعني دايره تاع الدنت هكا، خليتها طيب على النار تكون فريمون قليله. وهاي الكبده مشرمله ديالنا راهي طيبه وفيها لاصوص وميدومه جات بالطبع كما راكم تشوفوا. شوفوا لي المرقه تاعها كيفاش خاطره. ما تنساوش ديروا لي جيم وابوني وخلوا لي كومونتير، ولا عجبتكم الوصفه سيوها وردوا لي الخبر. مع الاخر زدت عليها شويه معدنوس من الفوقه، والطبق ديالي الكبده مشرمله راهي واجده. نقول لكم بصحتكم وشهيه طيبه، نلتقي فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.